عمرك قبل كده شفت الأجسام اللي بتطير دي قدام عينك وقعدت تبص حواليك ما لقيتش حاجة؟ لو إجابتك فأنت غالبا قبل كده حاولت تدور على الأجسام دي حواليك وما لقيتش حاجة ومعرفتش هي جاية منين، أو سألت اللي جنبك هو أنت شايف اللي أنا شايفه وحسيت إنك مجنون. بص يا سيدي، الحاجات اللي بتطير واللي شبه الدود دي ظاهرة علمية اسمها الذباب الطائر، والأجسام دي مش حشرات ولا ميكروبات زي ما أنت فاكر. أقول لك على حاجة، هي مش حاجة أنت باصص لها أصلا، دي حاجة جوه عينيك ذات نفسها، أجسام صغيرة جدا بتلقي بظلالها على شبكية العين في الجزء الخلفي منها، وممكن تظهر قدامك على شكل خيوط أو دود صغير لونه أسود أو رمادي. الأجسام دي ممكن تكون قطعة من الأنسجة أو خلية دم حمراء أو كتلة من البروتين بتطفو على السائل الهلامي اللي بيملى العين، وبتظهر دايما لما تيجي تبص لسطح مضيء ويكون السطح ده بلون سادة، زي إنك تبص للسماء مثلا الصبح لما تكون صافية خالص من غير سحاب. السبب في إنك شفت الأجسام دي هي الكبر في السن، لأن في تغيرات كتيرة حصلت للسائل الهلامي اللي جوه عينك، وخلال ده كله بتتجمع ألياف الكولاجين الموجودة جوه السائل ده وبتتشكل مع بعض وبتعمل الشكل اللي انت بتشوفه قدامك ده. بس الحلو في الموضوع ان مش كل حاجة احنا بنشوفها موجودة فعلا، ممكن الحاجات دي تكون جوه جسمنا ومحدش بيشوفها غيرنا.